في سن العشرين يكتب الفرنسي عثمان ديمبلي تاريخا جديدا في عالم كرة القدم. انتقاله إلى برشلونة الإسباني بعد أسابيع من التكهنات والمفاوضات وضع حدا للشائعات وأضاف بعدا جديدا بشأن مستقبل اللاعب. هل هو البديل المناسب للنجم البرازيلي نيمار؟ عثمان ديمبلي الذي امتنع عن التدريبات مع بروسيا دورتموند آملا في الضغط على فريقه في تسهيل انتقاله لبرشلونة يملك مهارات لافتة، مهارات جعلت كبار الأندية الأوروبية تتهافت من أجل ضمه عندما كان في رين الفرنسي، لكنه اختار صيف العام الماضي أن ينضم إلى بروسيا دورتموند رغم أن برشلونة كان من بين المهتمين بضمه. حينها قال اللاعب الفرنسي إنه سيأتي الوقت الذي ينتقل فيه إلى برشلونة، وهو الانتقال يتم في غضون عام. كل عشاق البارسا والمهتمون بكرة القدم يتساءلون عما إذا كان باستطاعة اللاعب اليافع تقديم الكرة التي تليق باسم برشلونة. نظرة سريعة على موسمه الكروي مع دورتموند قد تعطينا لمحات عن ديمبلي، فاللاعب خاض موسما ناجحا مع الفريق الألماني، سجل خلاله 10 أهداف بالإضافة ل 22 كرة حاسمة في 49 مباراة في مختلف المسابقات، وساهم في فوز فريقه بكأس ألمانيا. وبالرغم من عدم كونها أرقاما عالمية إلا أن القدرات التي يتمتع بها واختياره أفضل لاعب واعد في الدوري الألماني نهاية الموسم الماضي مؤشرات على أننا قد نشاهد برشلونة كما اعتدنا عليه في السابق.